مرحبا ويعطيكم العافية حبايبي، بتمنى تكون كل أيامكم سعادة وتفاؤل. يلا سوا نحضر حلا بارد، حلا الأناناس. نكهة الأناناس مع قطع الأناناس كتير طيبة، حلا من ابتكاري، بتمنى يعجبكم. يعني فتت على المطبخ، عندي علبة أناناس قلت أعمل منها حلا طيب ولذيذ كتير، طلعت النتيجة طيبة. ما تنسوا اللايك للفيديو، ويلا سوا نشوف شو رح نعمل بعلبة الأناناس. عندي علبة أناناس، رح اخد كم قطعة، شي 3-4 قطع من الأناناس، رح اقطعهم قطع ناعمة مثل ما انتم شايفين. حجم قطع الأناناس انتم بتتحكموا فيهم مثل ما بتحبوا بتقطعون. انا هيك حبيت اني اقطعهم قطع صغيرة، مكعبات صغيرة. حلا كتير سهل، ب10 دقايق بيكون معنا جاهز، ما بياخد كتير وقت، ما بياخد كتير مكونات، وسهل وسريع. اذا حبيتوا انكم تتحلوا بشي ومستعجلين ما عندكم وقت. هاي قطع الاناناس عندي جاهزة. رح اخد مية الاناناس، صفي الاناناس من المي، ورح اخد المي نشوف قديش تطلع معنا كمية السوائل اللي بالعلبة. طلعت عندي كوب من ماء الاناناس، رح اخده ورح نكفي باقي خطوات الحلا. هلا هون رح اضيف 1.5 كوب مي، مي عادية، او فيكن تستبدلوا المي بحليب، حليب سائل، 1.5 كوب حليب سائل. هون انا حطيت 7 معالق كبيرة من حليب بودرة، وكمان راح احط شي 4 معالق من السكر بعد ما اخفق كتير منيح، وكمان شي 4 معالق من النشا. وانا عاملة كمية قليلة، يعني كمية السوائل عندي 2.5 كوب. حطيت عليهم 7 معالق حليب نيدو، حليب بودرة، و4 معالق نشا، و4 معالق سكر. وراح احط بالاخير مكون اساسي انا بعتبره وفيكم تستغنوا عنه، نص معلقة صغيرة من المستحلب البودرة او سحلب بودرة بينقال. بيعطيه قوام كريمي ونكهته كمان طيبة، يعني بغنيكم عن المسكة، وكمان بيعطي قوام كريمي للخليط اللي عم نعمله. طبعا بنحطه على البارد، نحرك كتير منيح. هلا تأكدت اني دوبت المكونات كلها، صارت كلها مكونات سائلة. هون بنقل على طنجرة على نار هادية لمتوسطة، بضلني احرك باستمرار لحتى يتقل عندي المزيج، ما بياخد معنا كتير وقت. طبعا مع التحريك المستمر ما تنسوا انكم تضلوا عم تحركوا. وهيك تقل عندي المزيج وبلش بالغليان، بتركه دقيقة بس على النار لحتى يعقد مزبوط، ونشوف شو بدنا نساوي باقي الخطوات. خليكن معنا. طفيت النار، نقلت الخليط عندي، وهلا قطع الاناناس بدي احطها بالاكواب. فيكن تحطوا بزبادي، فيكن تعملوا بصينية بايركس اللي بتفضلوا. هون انا عملت 5 اكواب. اول شي بحط طبقة من الاناناس، وبعدين بحط طبقة خليط الاناناس اللي عملناه، مهلبية الاناناس او كريمة الاناناس كتير طيبة. شوفوا لونها مايلة مثل لون الاناناس، كتير طيبة وسهلة وسريعة. بحط طبقة من مزيج اللي عملناه سوا، ورح احط كمان طبقة من قطع الاناناس بهالشكل مثل ما انتو شايفين. طبعا بشتغل هون بسرعة قبل ما يبرد الخليط عنا، نكون نحن سكبناهم بالزبادي اللي بدنا اياهم، واستناهم لحتى يبردوا كتير منيح. بنحطهم بالبراد شي 2 ساعة اقل شي، اذا انتم مستعجلين بتحطوهم بالفريزر طبعا بعد ما يبردوا. هون راح نحطهم بالبراد. واسهل واسرع حلا صار عنا جاهز بعد التبريد. شوفوا الشكل والقوام، شي ولا اطيب من هيك، ولا اسهل ولا اطيب ولا ابسط. عن جد اتمنى تجربوا الوصفة وتكون نالت اعجابكم. وصفة اليوم من ابتكاري، حبيت اجربها واشارككم هاي الوصفات اللي عم بجربها اول باول. اتمنى ما تنسوا لايك للفيديو، تشتركوا بقناتي، ويا اهلا وسهلا فيكم.